السلام عليكم. سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد جيت احبه، عمالين يلبوا، سيد جيت احبه، عمالين يلبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم على مطبخ سيد أفندي المفلس دائما والمسكين. النهاردة ربنا فرج علينا في أول الشهر، تمام، واشتريت وركين فراخ زي ما انتوا شايفين. العيال قالت عاوزة نشرب شوربة، قلنا ماشي. تعالوا بقى أما أعلمكم إزاي نسلق الفراخ بطريقة صحيحة ونشرب شوربة بدون زفارة. خليكم معايا وركين زي ما انتوا شايفين أهو، ومعايا معلقة ملح ومعلقة سكر، تمام، عشان الفرخة تستوي بسرعة، وثلاث فصوص حبهان وفص مستكة، ومعايا بقى ايه حباية طماطم وليمونة وفص توم وشوية دقيق. تعالوا بقى نقطع الفراخ بتاعتنا. انت من النهارده تقولي لي يا استاذ عصام. زي ما انتوا شايفين هنجيب الدقيق بتاعنا اهو، 3 معالق دقيق كبار، والرابعة من عندنا يا عم. كل ده الدقيق ده اسرع حاجة تضيع زفارة الفراخ. بعد كده نجيب الليمونة بتاعتنا، ونجيب حباية الطماطم. حباية الطماطم دي بتمص زفارة الفراخ اهي، نهرسها بحالها بمحتلها كده. نعم يا اخويا. اللي سمعتيه ده الفكره اللي مش عاجباكي دي حسستني باهميه كتافي. كتافك دي يا حبيبي اخرها على طبق مندي ولا فته، ولا فاكرها يا اخويا كتاف بجرامي؟ ونهركهم مع بعض كده زي ما انتوا شايفين، ونبتدي ننخسهم. كولونيا 5 خمسات في عين اللي يدخل الفيديو ما يصليش على النبي. يلا بينا. ونسيبهم كده حوالي ربع ساعة ونرجع لكم تاني. جبنا الطاسة بتاعتنا وحطينا المية بتاعتنا فيها، وهنحطها على النار ونشطف الفراخ بتاعتنا اهي. هنشطفها ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد ما حطينا المية على النار، وهنسقط الفراخ بتاعتنا واحدة، وهنحط معاهم شوية الطماطم عشان يمتصوا أي زفرة، وهننزل بالسكر اهو والحبهان والمستكة والملح، وربع ساعة بس على النار ونرجع لكم تاني. حطينا شوية فلفل أسمر، واخيرا بعد ربع ساعة هنختبرها طرية. خلاص اهي استوت، اتسلقت زي الفل. على طبق التقديم على طول نجرب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك. مطبخ سيد افندي المفلس دائما والمسكين. لايك وشير.